طريقة عمل الجلي في البيت بالتفصيل. المكونات الأساسية: 2 كوب 500 مل عصير طبيعي أو معلب، يفضل أن يكون مصفى. 2 إلى 3 ملعقة كبيرة سكر حسب درجة الحلاوة المطلوبة. 1 ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة غير منكه حوالي 10 غرام. و4 كوب ماء بارد لنقع الجيلاتين. قطع فواكه اختياري للتزيين أو داخل الجلي. قوالب أو صحون للتقديم. الخطوة 1: تحضير الجيلاتين. في وعاء صغير ضعي 4 كوب من الماء البارد. أضيفي الجيلاتين البودرة على وجه الماء دون تحريك كثيرا. اتركي الجيلاتين لمدة 15 دقائق حتى ينتفخ ويصبح مثل الهلام. هذه خطوة مهمة لتجنب التكتلات. الخطوة 2: تسخين العصير. في قدر على نار متوسطة اسكبي 2 كوب من العصير مع السكر. حركي العصير حتى يذوب السكر تماما، لكن لا تتركيه يغلي، فقط يسخن جيدا. إذا غلى قد يفقد الجيلاتين قدرته على التماسك. يمكنك استخدام عصائر مثل التفاح، العنب، التوت، البرتقال المصفى، أو حتى خلط نوعين معا. الخطوة 3: إذابة الجيلاتين. بعد أن ينتفخ الجيلاتين أضيفيه إلى العصير الساخن. حركي باستمرار حتى يذوب الجيلاتين تماما داخل العصير. تأكدي ألا تبقى أي تكتلات، وإذا أردت يمكنك تصفية الخليط بمصفاة ناعمة. الخطوة 4: التبريد والتشكيل. اسكبي الخليط في قوالب فردية أو صحن كبير. في حال رغبت بإضافة فواكه مثل شرائح الفراولة أو الكيوي أو العنب، أضيفيها بعد أن يبرد الخليط قليلا حتى لا تطفو. ضعي القوالب في الثلاجة لمدة 4 إلى 6 ساعات أو حتى يتماسك الجلي تماما. نصائح مهمة: لا تستخدمي فواكه طازجة مثل الأناناس أو الكيوي أو البابايا نيئة داخل الجلي، لأنها تحتوي على إنزيمات تمنع الجيلاتين من التماسك. يمكن استخدام هذه الفواكه إذا طهيت مسبقا. يمكنك استبدال العصير بمشروبات مثل الحليب أو الكاكاو إذا أردت جلي كريمي، بس الطريقة تختلف قليلا. للتقديم: اغمسي قاعدة القالب في ماء دافئ لبضع ثوان، ثم أقلبيه في طبق التقديم. زيني بكريمة مخفوقة، نعناع، أو طبقة من الفواكه على الوجه. هل ترغبين أن أكتب لك المزيد من الوصفات؟ اكتبي بالتعليقات.